السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. كما كتشوفوا معايا الاقتراح ديالي اليوم هي حلوى. دابا ان شاء الله العيد قرب، فغنبداو نتحضر الحلويات ديال العيد. واحد الحلوى اللي سهله وبسيطه كيف ما عودتكم دائما للحاجه السهله والبسيطه والغير مكلفه. انا ما كنكلفش على راسي، يعني دابا رمضان كما عرفتوا المصاريف د رمضان كثيره، فغنديروا حليوه ديال العيد زوينه وبسيطه في نفس الوقت. فنتمنى انكم تتبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير ديال هاد الحلوى هذه. فاول حاجه غادي نديروا واحد القبيصه ديال الملحه دائما لتصحيح الذوق، وعندي 3 ديال البيضات. انا عندي البيض صغير فدرت 3، الا كان عندكم البيض كبير ديروا غير 2. انا عندي البيض يعني الحجم ديالو متوسط، ما صغير ما كبير، ويعني نكونوا مخرجينه من الثلاجه نخدموا به، يعني يكون بدرجه ديال الحراره ديال الكوزينه. صافي غادي ندير دوك البيضات، غادي ندير عليهم كاس ديال السكر، كاس ما عامرش ديال السكر كما شفتوا معايا، لان هاد الحلوى غادي نديرها في سكر كلاصي فما تحتاجش انا نكثر الحلاوه. هذه الحلوى ديال الوالدين، الحلوى ديال الزمن الجميل، غريبه السميده اللي كل شيء كيعرفها، ما كاينش اللي ما كيعرفش غريبه ديال السميده، يعني غريبه ديال الوالدين ديال زمان. ما كاين ما احسن منها، دائما كنرجعوا للحاجه القديمه، فما كاين ما احسن منها، كتجي غزاله وناجحه. دائما كنشرح للمبتدئات، اما الاخوات كلهم ما كاينش اللي ما كيعرفش يدير غريبه السميده، يعني ما كتخطاش حتى دار، لانها غريبه ديال زمان. سهله وبسيطه، ولكن المذاق ديالها كيجي زوين، كتجي غزاله. هنا كما شفتوا معايا غادي نضيف هنا واحد الياغورت ديال بنكهه الفاني، تقدروا ديروا اي نكهه بغيتوا، ولكن ديال الفاني كيجي زوين. كنخلط مزيان هاد الدانون مع السكر مع البيض، كنخلطو مزيان. عاد غادي نضيف الزيت، عندي كاس ديال الزيت اللي عامر مزيان. بغيتو تضاعفوا المقادير غادي تضاعفوا الزيت والبيض بطبيعه الحال وكل شيء. فهاد الكميه هذه كتعطي يعني واحد الكونتيتي ما يعني لا باس به، يعني الانسان غيدير كل حاجه غيدير منها شويه، فكنبغيو ننوعو. صافي كنخلط مزيان. في هذه المرحله هذه كنخلط الزيت مع داك المكونات كاملين، كيتخلط الزيت مزيان. ضروري البنات اننا نخلطوا الزيت مزيان مع داك المكونات. الا ما خلطناش الزيت مزيان فاش غنضيفوا الدقيق او تضيفوا السميده فكيبقى كتبقى ديك العجينه كتلاق الزيت. هنا واحد القشور ديال الحامضه، يعني اللي ما بغاش يديرهم يقدر ينسم بحاجه واحده اخرى، ولكن القشور ديال الحامض كيتواتاو مع هاد الغريبه هذه، كيجي المذاق ديالها والريحه زوينه ديال الحامض، كتجي رائعه. انا راه ملي كنت صغيره كانت الوالده ديالي كتصاوبها وكدير فيها القشور ديال الحامض، فيا سلام فاش كتكون كطيب واحد الريحه. ما نقولش لكم، كتجي غزاله الصراحه الله. هنا غادي نضيف السميده الرقيقه ديال الحرشه. ضفت الكاس الاول والكاس الثاني، العبار دائما بالكاس ديال العنبه. هنا غادي نضيف داك الخميره ديال الحلوى، عندي 2 خمارات من فئه 8 غرام. غادي نغربلهم باش ما يبقاوليش فيهم داك الكويرات. فهاد الحلوى هذه كما قلت لكم البنات راه ساهله وبسيطه، انا دائما كنقلب على الحاجه الساهله، الحاجه البسيطه. فدابا شهر رمضان كما عرفتوا كتكون فيه مصاريف كثيره، فدابا العيد غادي نديرو حليوه ساهله وبسيطه، وغنوعو من كل حاجه غنديرو شويه. صافي كنخلط ديك المقادير، وغادي نبقى نضيف السميده شويه بشويه، ما نديروش السميده بدقه واحده، لان كلشي عارفين باللي السميده كتشرب، فكنضيفو شويه بشويه باش ما يقصح لناش الخليط. ما خصناش داك الخليط يكون قاصح، الا قصح ما غاديش تجينا غريبه زوينه. هذا الكاس الثالث. كنبقى كنخلط، يعني الخليط راه كنخليوه خفيف لان السميده راكم عارفين كتشرب. صافي كنبقى عيني ميزاني وانا كنخلط. صافي دابا غادي نحيد هاد الخلاط اليدوي، وغادي نبدا نخدم يدي. هذا الكاس الرابع.
غنخلطوها مزيان. هاد الغريبه هذه كتبغي اننا نمعكو ديك السميده مزيان بيدينا، نخدموها مزيان باش كتجينا معلكه. انا البنات راني نسيت واحد الحاجه ما درتهاش، هي واحد المعالقه ديال المربى، لانها حتى هي كتعطي واحد التعليكه لهاد الغريبه هذه، وانا راني نسيتها حتى ساليت. عاد تفكرت بلي ما درتهاش، ولكن ماشي مشكل، راها جات زوينه صراحه الله. ولكن نتوما ديروها، راها كتجي غزاله. ديك المعلقه كتعلكها، ديك المعلقه ديال المربى كتعلك ديك غريبه. صافي غادي نبقى كنخلط حتى غنحصل على القوام اللي بغيت انايا. هذا الكاس الخامس البنات ديال السميده. والسميده راه كتختلف في النوعيه ديال السميده، كاين السميده اللي كتشرب، كاين اللي لا. يعني انا الا درت 5 كيسان تقدروا نتوما ديروا قل الا كانت السميده اللي عندكم كتشرب. انا هاد السميده هذه راه ما شربتش الصراحه بزاف، صدقت ما كتشربش. صافي كنبقى كنخلط كما كتشوفوا بهاد الطريقه هذه. ضروري تخلطوا هكا بيديكم، تمعكوها مزيان باش كتجينا ديك غريبه كتجي معلكه. فاللي وصل معايا حتى لهنا كنقول ليه ما تنساش اللايك فضلا وليس امر. ديروا المشاهده كامله الاخوان والاخوات، الله يجازيكم بخير. صافي هذا هو القوام اللي خصها تكون عليه. هذا الخليط ديال الغريبه كما شفتوا. هذا الكاس الخامس بقى لي من نص كاس، دخلوا لي تقريبا 4 الكيسان ونص في المجموع، 4 الكيسان ونص. صافي هنايا عندي واحد اللطه ديال الفران اللي فرشتها، ضروري تفرشوها بورق الطبخ لان فيها سكر كلاصي فغادي تلصق. كنفرشوها ضروري بداك الورق. وعندي سكر كلاصي النوعيه الجيده. بدا كنكور في ديك الغريبه، كنجمع ديك هذه لان الخليط كيكون خفيف، كنجمعو هكا وكنحطو في السكر. الحجم نتوما كتحكموا فيه. هي تبارك الله ما شاء الله راها جاوني انا الحبات كبار لانها فيها الخميره ويعني تضاعف الحجم ديالها. انا كتعجبني غريبه يكون الحجم ديالها كبير، وانتوما على حسب بغيتوها تجي صغيره فنقصوا ديروا الكويرات صغار لان راه مازال غادي تضاعف الحجم ديالها. كنستمر بحال هكا كنجمع وكنحط في السكر كلاصي. انا ما بغيتش ندوزها في السكر كلاصي مزيان باش ما تجينيش حلوه بزاف، حاولت انني ندير لها غير الوجه ديالها باش ما تجيش حلوه. صافي كندوزها في السكر وكنهزها هكا وكنقادها وكنحط حدايا في اللاطه. الفران راه كيسخن، ضروري الفران يكون سخون مزيان. تسخنوا الفران على واحد درجه الحراره عاليه. فاش كتدخلوا الحلوه ديالكم كتنقصوا الفران. ضروري في جميع الحلويات ديالنا كيبغيو انهم يطيبوا على نار مهيله. كنحطوا ديك الغريبه في الاسفل والعافيه كتكون على الوجه ديالها. كنحطوا اللاطه لتحت والعافيه على الوجه ديالها باش كتفقع ديك الغريبه. كنخليوها طيب على نار مهيله، ما تزربوش عليها وما تجهدوش العافيه باش كتفقع وما كتخطفش لينا. كطيب على خاطرها، هي راه دغيا دغيا كطيب، ما تغفلوش عليها. راكم عارفين السميده دغيا دغيا كطيب، ما كتاخذش شي وقت اللي هو طويل. صافي غنستمر بحال هكا حتى غنعمر اللاطه وندخلها للفران. دابا بعد ما عمرت اللاطه ديالي كما كتشوفوا راني يعني دايره بيناتهم واحد المسافه باش ما يتلاصقوش لان الحجم ديالهم غادي يتضاعف. صافي نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ملي خرجتها من الفران. شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيفاش جات. الشكل ديالها جا غزال، يعني كتبان بحال غريبه ديال الكوك والسميده ولكن هي راه بلا كوك. اقتصاديه، جات معلكه زوينه، فيها الريحه ديال داك القشور ديال الحامض طالعه منها واحد الريحه غزاله. وشوفوا الكميه اللي عطاتني تبارك الله ما شاء الله، راه واحد الكميه لا باس بها. يعني الا كنتو عائله كبيره وبغيتو تضاعفوا المقادير فغتضاعفوها، ما ستكم كميه كبيره. طابت على نار مهيله، جات مفقعه محمره، يعني جات رائعه صراحه الله. كتستحق انكم تجربوها. يعني اللي عمرها ما جربتها، انا كنهضر مع الاخوات المبتدئات اما النساء تبارك الله كما قلت لكم هذه راه غريبه ديال الجيل الذهبي. هذه غريبه هذه كبرنا معاها. فنتمنى هذا الفيديو انه ينال الاعجاب ديالكم. تشجعونا بلي لايك ديالكم، بارطاجيو لنا الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم الا شفتوه بطبيعه الحال انه يستحق. فكنشكركم على المتابعه. هنا غادي نقسم معكم وحيده باش تشوفوا كيفاش جات. شوفوا كيفاش جات البنات، جات غزاله غزاله معلكه
وفيها واحد الريحة زوينة وهشيشة كتذوب في الفم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.